البنات صافا لاباس عليكم بخير اموركم مزيان. كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على كيفاش نبدل الستيل ديالي، اولا بمعنى اخر كيفاش نعرف شنو هو الستيل اللي غادي يواتيني وشنو هما الحويجات اللي غادي يخليو يكون عندي واحد ستيل يونيك مختلف واللي غادي يجي مع الشكل ديالي، مع البشره ديالي، مع العمر ديالي، مع بزاف ديال الحوايج. واخا البنات، اول حاجه قبل كاع ما نعرف شنو هو الستيل ديالي ولا قبل كاع ما ندخلوا في هاد لي ديتاي هادو كاملين، خاصنا بعدا نعرفوا اول حاجه شنو هو النوع ديال الجسم ديالنا. كنا بنات محجبات ماشي محجبات كيف ما بغينا نكونوا، اول حاجه خاصنا نعرفوها ونتطرقوا ليها هو نعرف انا الجسم ديالي كيفاش داير. كاين بزاف ديال انواع الجسم. كاين الجسم الكماتري، نخلي لكم التصويره هنايا، داير بحال الشكل ديال البعويده، هو اللي كيكون بحال هكا. هذا النوع هذا ديال الجسم معروف انه الكتاف ديالو كيكون العرض ديالهم صغر من العرض ديال الوارك، بمعنى كيبان ديك لا ديفيرونس ديال داك الشكل اللي داير بحال هكا. وثاني هذا النوع هذا كيكون معروف على انه كيكون الجزء العلوي خاصو يبان في الحوايج عامر باش يلاه يكون داك ليكيليبر بين الفوق وبين التحت. اوكي، هذا النوع هذا ديال الجسم اشنو اللي كيجي معاه؟ هذا النوع هذا ديال الجسم اشنو هما الحوايج اللي خاصني نتفادى؟ اول حاجه اللي خاصني نتفادى الا كان عندي الجسم ديالي كماتري اولا بحال ديال البعويده، هو انه خاص ما امكن نحاولوا ما نلبسوش شي حاجه في التحت اللي كلوش مازال، اولا شي حاجه اللي كتعطي لداك التحت واحد العرض اكثر. مثلا دوك الصايات اللي تيكونوا كلوش، اولا الصايات اللي كيكونوا فيهم لي بلي، اولا الكساوي اولا السراويل كيكونوا مضيقين كيبينوا داك الجزء اللي راه اعرض من الكتفين. اوكي، ملي هادشي كامل ممنوع، شنو هما الحوايج اللي مزيانين لهاد النوع هذا ديال الجسم؟ اول حاجه هو انه هاد النوع هذا زوينين لي دوك القوانجي كيكون عندهم هنايا منفوخ، كيكون فيهم زواقات، المهم كيكون الفوق شارجي، بمعنى فاش كيشوف كل واحد كيدي الجزء العلوي اكثر كيبان بلي كاين واحد ليكيليبر. دوك القماش تيكونوا هكا منفخين هنا، مزوقين بزاف، شي حاجه كتكون واسعه، اي حاجه كتكون واسعه من الفوق وفيها الزواق وكتاتيغي لاتونسيون اكثر على التحت، اولا كتخلي واحد التوازن بين الفوق وبين التحت، راه كتكون مناسبه لهذا النوع ديال الجسم. غادي نحاول ما امكن انني البنات نخلي لكم هنايا شي شكل ديال البنات اللي عندهم هذا الجسم هذا، وغادي نقول لكم البنات اين التصويره اللي هي الشكل اللي خاصك تلبسيه الا كان عندك داك الجسم، ونخلي لك هنايا الحوايج اللي كيكونوا ما تيجيوش مع هذا الجسم هذا فكيبينوا شكل ماشي هو هذاك. اوكي البنات، هضرنا دابا على الجسم الكماتري، نهضروا على واحد النوع ديال الجسم اخر اللي هو الجسم التفاحي. كيكون على شكل تفاحه، بمعنى العموريه ديال الجسم اولا العرض ديال الجسم كيتخاد في المنطقه ديال الصدر والمنطقه ديال البطن، بمعنى كيكون هكا عامر، كيكون البلاصه العلويه الجسم العلوي اعرض من الجسم السفلي، بمعنى كيكون عندنا واحد لو ديزيكيليبر، كيكون عندنا واحد عدم التوازن. بمعنى هذا النوع هذا كيخصو يكون العكس ديال الجسم الكماتري، كيخصو يركز على انه يرد التوازن من خلال انه يزيد في العرض وفي لا طونسيون على الجزء السفلي. هذا النوع هذا خصو الفوق ما يحاولش انه يلبس شي حاجه مضيقه بزاف اللي تبين داك الفوق باللي راه عامر بزاف، او ميم طون ما يلبسش شي حاجه واسعه بزاف اللي تخلي داك الفوق يبان اعرض اكثر. بمعنى هذا النوع هذا خاصو يتبازا على انه لتحت يكون عرض، نلبسوا صايات واسعين فيهم دي بلي، اي حاجه بحال هكا كلوش تعطيك واحد الحجم لتحت. راه كتفهموني البنات علاش كنهضر. غادي نحاول نخلي لكم هنا القطع الى لقيتهم علاش كنهضر. تلبسوا سراول واسعين اكثر، يكونوا دوك السراول اللي كيكونوا هكا هابطين واسعين ما كيبينوش الشكل ديال الجسم. وتفاداو ما امكن انكم تلبسوا الحوايج اللي كيكون هكا الخصر ديالهم باين، مثلا شي صايه اللي مضيقه بزاف من هنايا، شي فستان اللي مضيق بزاف من جهه الخصر، اي حاجه. ما تلبسوش دوك السراول الطيهوط بالنسبه للبنات الغير محجبات. المهم اي حاجه كتخلي التركيز يكون على الجزء العلوي ويكون مزير حاولوا ما امكن تفاداوها. انا صراحه كنهضر بالعموم على المحجبات ولا غير المحجبات، وكل وحده فيها غتلبس على حساب واش هي محجبه ولا ماشي محجبه. واخا البنات، دابا هضرنا على الكماتري وهضرنا على الجسم التفاحي، والشكل ديال الجسم الاخر اللي غادي نهضروا عليه حتى هو الجسم ديال الساعه رمليه، بمعنى الجسم اللي كيكون متوازن الجزء العلوي ديالو مع الجزء السفلي، مع شويه كيكون عنده واحد شويه ديال الخصر اللي هو باين، بمعنى كيكون شكل بحال 8 تقريبا. هاد النوع هذا ديال الاجسام من اكثر الاجسام اللي ما كيلقاش مشكل، بمعنى اي ستيل انت بغيتي تلبسيه اولا كتخطي انك تبدلي ستيل ديالك بيه راه غادي يجيك ما كيكونش مشكل. خصوصا هو كيتماشاو معاه اكثر الحوايج كتكون بارزه من الخصر، مثلا كتيو هكا فيها ربطه هنايا. المهم اي حاجه راه كتجي مع هذا الستيل هذا، بمعنى بلا ما ندخلو
ندخلوا بلا ما نتعمقوا فيه، حيت هو اصلا حاله سهل. غادي نحاول نخلي لكم البنات هنايا التصاور ديال البنات اللي عندهم الجسم ديال الساعه الرمليه، سواء محجبات ولا غير محجبات، الشكل ديال الجسم ديالهم على شكل ساعه رمليه، باش تعرفوا وتفهموا على انه هذا الجسم هذا ما فيهش اي مشاكل، اولا ما غاديش تلاقي شي مشكل الا بغيتي تبدلي الستيل ديالك. واخر جسم البنات اللي غادي نهضروا عليه هو الجسم المستطيل. هذا الجسم هذا كيكون الفوق بحال الجزء العلوي بحال الجزء السفلي. الفرق اللي كيكون بين الجسم اللي الشكل ديالو على شكل مستطيل والجسم ديال الساعه الرمليه هو انه الجسم المستطيل او على شكل مستطيل ما تيكونش الخصر ديالو باين، بمعنى تيكون بحال شي مسطره، الخصر ما باينش بحال الفوق بحال التحت. هذا النوع هذا ديال الاجسام كيخص ما امكن نعرفوا فاش نبغيو نلبسوا، نحاولوا نديروا شي طريقه باش هذاك التوازن بين الفوق والتحت يتهرس. مثلا حاولوا ما امكن ما تلبسوش الحوايج اللي تيكونوا كومبلي، مثلا هكا لي سالوبيت او الكساوي كتكون من الفوق حتى لتحت هابطه ما فيها حتى شي افي ما والو. حاولوا ما امكن ما تلبسوش الحوايج اللي كيكونوا اونصومبل، حاولوا ما امكن انه القطع ما تكونش مدموجه مع بعضيها، تبان ديك لاكوب، تبان هذيك القطعه الفوقانيه باللي راها مفصوله على القطعه التحتانيه. وحاولوا ما امكن انه ديما حويجاتكم تكون فيهم شي بلاصه هنايا ديال الخصر اللي تربط او لا تكون محزومه شويه باش تعطينا هذاك ليكيليبر. اولا لا قدرنا كاع نديروا واحد الحاجه هو انه نحاولوا نزيدوا العرض ديال واحد المنطقه، مثلا نزيد العرض ديال الفوق بشي قميجه بحال هكا منفوخه من هنايا، اولا في شي حاجه فيها زواقه، اي حاجه كتعطيك واحد العرض اضافي للفوق. اولا نفس الحاجه اللي تحت، مثلا تلبسي شي صايه اللي هي كلوش يبقى الفوق كيف ما هو. بهذه الطريقه هذه كتهرسي داك الريتم باش هابط الجسم ديالك من الفوق حتى لتحت بنفس الريتم. انت كتهرسيه وكتحاولي تبرزي واحد البلاصه اكبر من البلاصه الاخرى. اولا البنات كيف ما قلت لكم تحاولوا ما امكن تبازيو على هذه البلاصه هذه، تحاولوا تضيقوا الحجم ديالها من خلال مثلا شي سميطه او تلبسي شي حاجه ديال لها سانتور او شي حزام. المهم غادي نحاول البنات نخلي لكم هنايا الشكل ديال الاجسام ديال البنات اللي شكل ديال الجسم ديالهم مستطيل، شنو كيلبسوا سواء كانوا محجبات او لا غير محجبات، غير باش تاخذوا فكره. علاش البنات هضرنا هنايا على شكل الجسم ديالنا، شنو العلاقه ديالو بالستيل؟ العلاقه اللي كاينه بين انه فاش تبغي تبدلي الستيل ديالك خاصك ولا بد تكوني عارفه شكل الجسم ديالك باش ما تمشيش تبدلي الستيل ديالك بشي حاجه اللي هي اصلا ما كتناسبش الشكل ديال الجسم ديالك. حيت بعض المرات كنشوفوا شي حاجه شي بنت وكنقولوا واو تبارك الله جاتها زوينه جاتها غزاله، كنحاولوا حنايا نهزوا نفس الحاجه كنشريوها وكنلبسوها وما كتعجبناش، حيت حنايا شكل الجسم ديالنا لا علاقه له بالشكل ديال ديك البنت. بمعنى اول خطوه باش نبدل الستيل ديالي هو نعرف الشكل ديال الجسم ديالي ونلعب على هذه النقطه هذه. ندوزو دابا البنات للنقطه الثانيه. شنو هي النقطه الثانيه؟ النقطه الثانيه كتقول الا بغيتي تبدلي الستيل ديالك خاصك بعدا تكون عندك واحد الفكره على النوع ديال الستيل اللي اصلا نتيا باغيه تبدلي ليه. مثلا نتيا عرفتي شكل الجسم ديالك واش كمتري او لا ساعه رمليه، ومشيتي كتقلبي بحال هكا سواء في بانتريست او المهم كتقلبي في شي بلاصه وبانوا لك بنات عندهم نفس داك الجسم، حاولي ما امكن تشوفيهم شنو كيلبسوا وحاولي ما امكن تحددي النوع ديال الستيل ديالك. مثلا كاين بنات كيلقاو راحتهم في الصايه، كتحماق على الصايه كيعجبها الستيل ديال الصايات. كاينه وحده اخرى كترتاح في الكتيوات كيعجبوها الكتيوات بجميع الانواع. كاينه اللي كترتاح في انها تلبس لي شوميز ولي بونطالون، كاينه اللي كترتاح في لي زونسومبل، كاينه اللي كترتاح في ما عرفتش في لي زونسومبل. المهم كل وحده فينا فاش كترتاح. من بعد ما كتحددي الشكل ديال الجسم ديالك وانتي ناويه انك تبدلي الستيل ديالك، خاصك تكون عندك واحد النبذه ولا واحد الفكره على شنو هو الستيل اللي انتي مقبله عليه. حيت الصايه اللي غادي تجي مع الشكل ديال الجسم الكماتري ماشي هي الصايه اللي غادي تجي مع الشكل ديال الساعه الرمليه. بمعنى فاش كتحددي الستيل ديالك كيخصك تحدديه بالتوازي مع الشكل ديال الجسم ديالك. بهذه الطريقه هذه كتقدري تبدلي الستيل ديالك بطريقه اللي كتكون مضمونه على انه غادي تلاقاي واحد الستيل اللي مناسب لك ويكون زوين ان شاء الله. ثالث حاجه البنات، احنا عرفنا الشكل الجسم ديالنا وعرفنا الستيل اللي بغينا. ثالث حاجه واللي هي مهمه بزاف خاصك ولا بد تعرفي اشنا هما الالوان اللي كيجيو لك مع البشره ديالنا. كاينين البنات كيجيو معاهم الالوان الدافئه، كاينين البنات اللي كيجيو معاهم الالوان البارده، كاينين البنات كيجيو معاهم الوان بزوج. ديجا البنات كنت شاركت معكم واحد الفيديو غادي نخليه لكم هنايا فيه كل بشره كل لون ديال البشره وشنو هما اللوينات اللي كيجيو معاهم. صراحه قلت بزاف ديال المعلومات في هذا الفيديو هذا، واكيد فاش غادي تفرجوا فيه غتخرجوا منه فاهمين بالضبط اشنو هما اللوينات اللي ان شاء الله غادي يجيو لكم مع البشره ديالكم مع اللون ديال الجسم ديالكم، وغادي يعطيكم واحد النضاره زوينه. حيتاش باش ستيل يكون كيجي معنا خاصني انا نعرف نختار الالوان اللي غتجي معايا. الا كان شي لون مثلا ترند وانا داك اللون ما تيجينيش، علاش انا غنمشي ونتلاح ليه؟ علاش؟ كاين اللوينات كيكونوا غيجيو معنا غالبا حنايا البنات كندفنوا راسنا في الكحل، بيج، الغوز يمكن
الزرق، هادو هما الالوان فاش كندورو. ولكن تقدري انت يكونوا كيجيو كاين اللوينات ترابيه او اللوينات باستيل غزالين، يقدر يكون كيجيك الخضر الفاتح زوين، يقدر يجيك البيبي بينك زوين، يقدر يجيك الحمر زوين. ولكن نتيا طونكو ما عرفتيش شنو هما اللوينات اللي كيجيو لك مع البشره ديالك، بقاي ديما متخوفه من داك اللوين بحال كيخلعك. هو راه ما تيخلعش، بالعكس راه يقدر يزيد ينور لك البشره ديالك. بحال انا مثلا غير مؤخرا عرفت انه كيجيني هذا البلو زوين، ما كانش كيسحب ليا بلي غيجيني زوين. لقيت راسي نقدر نلبس الالوان الدافئه والالوان البارده، حيت انا البشره ديالي حنطيه، وهاد البشره هذه كتكون تتماشى مع بزاف ديال اللوينات. الا لبستي لها الالوان البارده كتبان افتح، لبستي لها الالوان الدافئه كتبان زوينه، كتعطي واحد الحراره زوينه في البشره ديالك. ورابع خطوه البنات باش تبدلي الستيل ديالك وتقدري تلاقاي الستيل اللي بغيتي، خاصك تنقي داك الماريو. غتمشي لاله داك الماريو ديالك غتحليه، غتهزيه وتخوي فوق الناموسيه ديالك وتبداي تستي. هذه كنلبسها، هذه ما كنلبسهاش، هذه لبستها واحد النهار ما عجبتنيش، هذه لبستها ما جاتنيش كيف ما بغيت، هذا اللون هذا ديموضه، هذا الشكل هذا ديموضه. انا وليت محجبه ما بقيتش كنلبس هذا الشيء ماشي مستور ليا. مثلا الا كنتي غير محجبه هادشي صراحه ما بقاش ستيل ديالي، ماشي هذا هو الستيل. علاش كنقلب انا بغيت نبدل الستيل ديالي بمعنى هادي ما بقى عندها ما دير في الماريو ديالي. حاول البنات مره في 3 شهور ولا 4 شهور حاولوا تهزوا داك الماريو وتشوفوا واش كاينين شي قطع كدور عليهم مده طويله وانتم ما كتلبسوهمش. هاد القطع هادو طونكم ما تلبسوش 4 شهور 5 شهور او لا عام، بمعنى داروا عليهم جميع الفصول وما تلبسوش، عرفوا انهم ما عندهم ما يديروا عندكم في الماريو ديالكم، تخلصوا منهم باش يبقاو غير القطع اللي كتناسب الستيل نتيا اللي كتفكري فيه مستقبلا. علاش هاد الخطوه هي الرابعه وماشي هي الاولى؟ حيت قبل ما انك تنقي الماريو ديالك خاصك تكوني عارفه شكل الجسم ديالك باش نكونوا متفقين على شنو هما الحوايج اللي كيجيو معنا، تعرفي الستيل نتيا اللي باغيه باش يكون في عقلك بين القطع اللي غتحتفظي بهم ولا غادي تلوحيهم. وثالث حاجه تكوني عارفه الالوان، بمعنى فاش كتوصلي للماريو كيكونوا تراكموا عندك بزاف ديال المعلومات اللي كيوضحوا لك الفكره على الستيل اللي نتيا باغا تعتمديه من هنا للقدام. خامس حاجه البنات واللي غادي ننصحكم بها واللي ديجا قلتها شحال من مره في الفيديوهات ديالي، هو فاش غتبغي تستثمري الفلوس ديالك في حوايجك استثمري في قطع اساسيه ما كديموضاش. شكون هما القطع الاساسيه؟ هما البليزر. علاش البنات هاد البليزر هادو ما كيديموضاوش؟ حيتاش هادو ما كيكونش فيهم واحد الزواق اللي كتير، ما كتكونش فيهم شي قصه ديال الشكل اللي كتكون هكا غير ترند. بالعكس هما من شحال هادي هما كاينين وهما على الموضه وما عمرهم غادي يديموضاو. والقطع حتى هي الاخرى اللي ما كديموضاش واللي خاصها تكون اساسيه في الخزانه ديالك هما القوامج البيضاء، كيف ما بغى يكون الشكل ديالهم اولا القصه ديالهم ما كيديموضوش. هادو البنات الا لقيتو تشريوهم تكون لا كاليتي ديالهم زوينه باش تدوم معاكم ان شاء الله مده طويله، راه ما غاديش تندموا. هاد القطعه هذه اساسيه كنقدروا نسقوها مع بزاف ديال الستيلات، كيف ما بغى يكون ستيل اللي نتيا غادي تبدليه زعما تنتقلي من واحد ستيل داك ستيل اخر، هذيك القويمه البيضاء غير هزيها وديها معاك لداك ستيل، حيت اي ستيل كيتماشى معاه. كتجي مع الصياد، كتجي مع الكسيوات، كتجي مع لابس، كتجي مع سراول بلا جينز ولا سراول عاديين، كتجي مع اي حاجه. بمعنى الا بغيتي تبدلي ستيل ديالك سيري استثمري في البليزر لي فيست، في القوامج وفي لي جينز. سراول ديال الجين الا كنتي محجبه حاولي تشري دوك الواسعين، كنتي غير محجبه شري الستيل اللي بغيتي ولكن يكون داك اللون ديال الجين اللي معروف، داك البلو الزوين. هذاك اللون وهذاك الشكل ديال الجينز ما عمره ما كديموضه. هو ديال الجين البنات خارج جو بونس من السبعينات ولا المهم ما عرفاش بالضبط، وباقي لا مود ديالو لحد الان. بمعنى هو من القطع اللي خاصك تستثمري فيهم وتشريهم. وحاجه اخرى البنات هما ديك لافيست ديال الجلد، صراحه حتى هذيك الا كانت كحله راه ما كديموضاش. هذاك النوع ديال لي مونطو اللي كتكون هابطه حتى الركبه ما كيديموضاوش. بمعنى البنات الا قدرتوا تستثمروا في هادو فلوسكم، بمعنى شريو دي كاليتي اللي هما زوينين، شريو وراكم ما غاديش تندموا. واي ستيل البنات بغيتو تبدلوا ليه هاد القطع هادو راه غتحتاجوهم فيه، حيت هادو قطع انيقه كلاسيك بسيطه وكتعطي واحد الفخامه وواحد الرقي للستيل ديالك. سادس حاجه البنات في الخطوات اللي خاصك ديري الا بغيتي تبدلي ستيل ديالك وتخليه انيق اكثر، كلاس اكثر، بسيط اكثر، فخم اكثر، هو انه تهتمي بالتفاصيل. اشنو هما التفاصيل؟ التفاصيل هما لي زاكسسوار. حاولي ما امكن فاش لبستي شي حاجه ما تخليش راسك بلا لي زاكسسوار. ديري براسلي، ديري كورميت، ديري خاتم، كنتي ماشي محجبه ديري كولي، ديري سنيسله، ديري طوينغات ديالك، كنتي محجبه ديري طوينغات. كاينين لافات كيداروا بالحلقات ديريهم، ما تبخليش على راسك. ديري ساعات، اي حاجه. لي زاكسسوار ثاني كيدخلوا فيهم السكن، هزي سويك زوين، سويك كيتماشى مع اللوينات اللي لابسه. ديري دي سانتور ولا الحويجات اللي تقدري ديري لهم لي سانتور. شنو مازال؟ شنو المهم اي حاجه داخله في لي زاكسسوار
ديريها وزيديها الطريقه هذه كتبدلي ستيل. حيت فاش كنقول غنبدل ستيل ديالي بمعنى ماشي غنبدل كلشي في مره واحده، وانما هذا الستيل هذا غادي نخليه كيتماشى معايا اكثر ويكون انيق اكثر وتكون فيه واحد اللمعه، يكون سبيسيال فاش يشوف كي الواحد يقول هذا الستيل ديال فلانه، هذا الشيء بحال هذا الشيء هذا كتلبسو فلانه، هذه هي نبدل الستيل ديالي. وحاجه اخرى البنات واللي كنهضر عليها عندي دابا زعما الخطوه السابعه فانك تبدلي الستيل ديالك، هو انه ما تبدليش كلشي تدريجيا. مثلا كنتي بنت كتلبس غير لي بونطالون، كتلبس غير السراول وكتلبس القوامج، وفجاه بغيتي تلبسي الكساوي ولا الصايات، ما تحاوليش انك تحيدي داك الستيل الاول ديالك كامل، من غير الا كان اصلا ما كانش كيجي معاك، ولكن الا كان شويه كيجي معاك وتيجي مع داك الشكل ديال الجسم اللي عندك، حاولي ما امكن ما تضربيش عليه في مره. بالعكس هذوك لي شوميز اللي كنتي كتلبسي مع السراول حاولي كيفاش ديري تدخليهم مع الصايات، حاولي تبقاي تدوري ما بين هاد الستيل وهاد الستيل، حيت بعض المرات يقدر يكون الشكل ديال الجسم ديالنا معاوننا انه نلبسوا بزاف ديال الستيلات. من غير الا كنتي محجبه اكيد خاص واحد الستيل ما يبقاش عندك. ما تلبسيش نهائيا الحوايج القصار، ما تلبسيش الحوايج الضيقه، ما تلبسيش الحوايجات اللي كيبينوا لا فورم ديال الجسم ديالك، ما تلبسيش شي حاجه اللي كتكون مكشوفه واخا غير بشويه. حاولي ما امكن تلبسي ديما مستور ديما طويل، حاولي ما امكن ديما ديك الحاجه اللي كتلبسي تكون كتمثل بصح المحجبات. هو والله يهدينا باش نديرو حنايا كاع الحجاب الشرعي، ولكن كنهضروا بعدا غير على البنات اللي كيديروا الحجاب وكيحاولوا ما امكن انهم يخليو الحوايج ديالهم مستورين وماكسيموم. كما قلت لكم البنات حاولوا ما ديروش واحد التغيير مفاجئ وكامل، بمعنى تهزي كاع الماريو ديالك وتلوحي، لا بالعكس ما ديريش بحال هكا. حاولي شويه بشويه تدخلي الستيل اللي بغيتي، تبداي تنسقي مع داكشي اللي عندك، بحال هكا غادي تولفي وما غاديش تحسي باللي الستيل ديالك ولا غريب عليك، تولي كتشوفي راسك في المرايه ما تفهميش. بشويه بشويه ما كانش عندي صايه نشري صايه، والحاجه الجديده ديما نحاول نشريها في الالوان الاساسيه. ما عنديش كساوي نشري شي كسيوات، وما عمرني نشري شي ستيل اللي ما عمره ما كان عندي نشريه بشي الوان هكا مجهده اولا شي اشكال هكا كتبان بزاف اراكا من بعيد. حاول ديما نبقاو غير في البساطه، راه البساطه هي الجمال. شتي الاناقه هي البساطه، اقل التكاليف هي الاناقه. باش نبان زوينه ومرتبه لا يعني انني نلبس الوان مشعشعه وداكشي كبير وباين، لا نلبس حويجات بسيطين، نعرف نناسق الحاجه الفوقانيه مع التحتانيه، نزيد شويه ديال لي ساكسيسوار، ناس شويه كيجي لي مع اللبسه ديالي، او غادي نبان غزاله على شهوه مني. كالبنات هنا صراحه وصلنا للاخر ديال الفيديو. كنتمنى صراحه نكون فاتكم بهاد المعلومات. والا بغينا البنات نخرجوا خلاصه، هو انني الا بغيت نبدل الستيل ديالي خاص دايره نكون عارفه شكل الجسم ديالي، عارفه الستيل اللي باغا نتحول ليه، ونكون عارفه الالوان اللي غتماشى معايا، نهتم اكثر بالتفاصيل وما نبدلش كلشي في مره واحده. واكيد غنوصل للستيل اللي بغيت والستيل اللي ديما كنحلم انني نشوف به راسي. المهم البنات كنتمنى صراحه نكون فاتكم ويكون هذا الفيديو هذا خفيف ظريف عليكم. ما تنساوش البنات الا عجبكم هذا الفيديو ديروا لي لايك، ديروا لي شي كومونتير زوين، وكتبوا لي في الكومونتير شنو هما المواضيع اللي تبغوني نهضر عليهم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. وما تنساوش تتبعوني على انستغرام، غادي نخلي لكم البنات سواء في صندوق الوصف سواء غتلقاوه في القناه ديالي. السلام عليكم البنات، باي باي، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.